السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ان هو يعجبكم، بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهارده سهل وبسيط، هنعمل طريقة جبنة القريش في البيت بدون منفعة، وهعملها لكم في الحصيرة بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف هنعمل ايه. جبت كده 5 كيلو لبن بالشكل ده. هجيب حلة فاضية واحطها على النار كده من الشكل ده. هسيبها بقى تحمى الحلة معايا قوي، وافضي فيها كمية اللبن كلها. هنعمل احلى جبنة قريش في البيت. انا بشوفها بايدي لسه ما سخنتش. كده فضيت اول كيلو، هفضي ال5 كيلو كلهم، وبعدين اغطي الحلة بالغطا وادفيها بقى بحاجة. هجيب شال نضيف كده واحطه على الحلة بس كده، واسيبها لتاني يوم. بس اهم حاجة يا جماعة، قبل ما نكشف على الحلة نحطها ساعتين في التلاجة، عشان لما تيجي تلم القشطة من على الوش تبقى متماسكة كده معاكي، ما تبقاش سايبة. كده غطيت الحلة. هجيب شال نضيف واحطه على الحلة دفيه. هسيبها مكانها كده على الرخامة لتاني يوم. بس زي ما قلت لكم نحطها ساعتين في التلاجة قبل ما نلم القشطة من على الوش. معانا كده الحصيرة اللي انا هحط فيها الجبنة دي، بتتباع في اي سوق. قصيت حتة استك كده صغيرة عشان اعرف اعلقها. هتدخليها من هنا كده بالراحة. دي حاجة انت عاملاها في بيتك وضامنة نظافتها، احسن ما تشتريها من بره. وتربطوها كده من هنا بالشكل ده. دي عشان نعرف نعلقها. دي رخيصة مش غالية، الواحدة ب25. كده ربطتها بالشكل ده، هربط الناحية التانية اهي كده. هنربط برضو الناحية التانية. اتمنى بس يا جماعة تشجعوا القناة كده، وتعملوا سبسكرايب للقناة وشير للفيديو عشان القناة تكبر بيكم. نربط الناحية التانية برضو عشان تمتلك تعلقها كويس. كده بالشكل ده. واول ما تحطي فيها الجبنة وتخلصيها تغسليها على طول عشان ما تعملش معاكي ريحة اهي بالشكل ده. دي جديدة، انا شطفتها بمية برضو قبل ما اعمل فيها اي حاجة. ده كده حلة اللبن اللي انا حطيتها امبارح. هنعمل بقى القشطة كده من على الوش. هي بتتعمل صراحة بتتلم بالايد عشان المعلقة. اللهم صل على النبي. بس يا جماعة انا هلمها بايدي عشان كده بالشكل ده. اللهم صل على النبي. انا حطيتها بس ساعتين في التلاجة عشان اعرف اشيلها من على وش اللبن. وخير في بيتك احلى ما تشتريها من بره. يعني كده طلعت معانا قشطة، وهنعمل منها الجبنة ان شاء الله. كده بالشكل ده. بتبقى فاصلة بقى الجبنة ازاي عن المية اللي تحت. انا سبتها من امبارح حوالي الساعة 5 المغرب لحد تاني يوم الساعة 6 المغرب.
شوف اللهم صل على النبي طلعت معايا كميه عامله ازاي. ودي طبعا انتوا عارفين سعرها بره. هجيب كده الحصيره بالشكل ده واحطها على صينيه او على حاجه. هنشيل كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. نحطها كده، بسم الله. والشرش يا جماعه اللي بيطلع من الجبنه احنا مش بنرميه، بنحتاجه بقى نحطه. ممكن الجبنه فيه في علبه في التلاجة، او تعينيه في كيس تستعمليه في المخبوزات، بيبقى جميل قوي. دول كميه، دول 5 كيلو لبن. كيلو بره ب40 جنيه، بس انت عاملاه طبعا بنظافه في بيتك. هنحطها في الحصيره ونظبطها، ولما نشيل الحصيره نعلقها، نحط تحتها حاجه عشان الشرش اللي هينزل منه كده بالشكل ده. انا بحاول اظبطها عشان الخرط تبقى كلها زي بعض. نزلي كل اللي في الحله كده. اهي بالشكل ده. بتتمسك بقى ازاي؟ تمسكي دي اللي احنا عملناها، ودي، وتعلقيها كده على حاجه، هتنزل الشرش بتاعها بالشكل ده. تعلقها في مسمار او حاجه وتحطي حاجه تحتيها. هوريها لكم بقى بعد ما تخلص. علقتها كده بالشكل ده، وحطيت صينيه وطبق تحتيها لحد بقى ما تصفي الشرش اللي فيها كله. هبقى اقطعها واوريها لكم. دي كميه القشطه كده اللي طلعت من الجبنه اهي، اكتر من الكيلو. الطبق كبير يعني، بس الكاميرا. شوفوا بقى لو هتشتروه من بره يبقى بكام. كده وفرتي في بيتك وعملت حاجه نظيفه. وده الشرش بتاعها كده طلع من الجبنه، شيلته. واللي هيتصفى برضه هشيله عليه، يا اما احطه في كيس، يا اما اغليه وابرده واحطه في المش بتاع الجبنه الحادقه. يعني بتستخدميه في كذا حاجه، معجنات او جبنه حادقه. بصوا بقى، عشان نسيت اقول لكم حاجه. لو عايزين الجبنه ملح خفيف ما تحطوش عليها ملح، يعني لو عايزينها عادبه من غير ملح ما تحطوش. عايزين الملح بتاعها مظبوط، رشه ملح عليها بسيطه قبل ما تعلقي الحصيره في الحيطه. انا رشيت رشه بسيطه خالص عشان يبقى ملحها خفيف. فتحت كده على حصيره الجبنه بالشكل ده بعد 8 ساعات لما علقتها. هقطعها بقى معاكم واوريها لكم. هنقطعها كده مع بعض بالشكل ده. احوش البوزه بس الاولانيه دي. شفتوا طريقه وجميله ازاي، وحاجه انت ضامنه نظافتها في بيتك. تقطعها على الحجم اللي انت عايزاه. انا طبعا قلت لكم في المقطع اللي فات، انا رشيت عليها رشه ملح بسيطه خالص اهي. هنقطعها كده بالشكل ده. مقاس القطعه اللي انت عايزاه، سواء كبيره صغيره، الحجم اللي انت عايزاه قطعي بيه.
وحاجة نظيفة وكويسة في بيتك. من 5 كيلو لبن عملت الكمية دي كلها. هقطعها كلها واوريها لكم. خلصت كده تقطيع كمية الجبنة بالشكل ده. اقرب لكم بس تشوفوا القطع قد ايه. يعني ما فيش قطعة بتنباع كبيرة قد دي. دي كده كمية الجبنة اللي طلعت والقشطة اللي انا وريتها لكم. وده كيسين الشرش اللي طلعوا منها. ممكن تستعمليه في المعجنات او تغليه وتبرديه وتحطيه على المش جبنة الحادقة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم يا جماعة، واتمنى يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. مع السلامة.